بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يسعد صباحكم يا رب بكل خير، صباح الفل، صباح السعادة على اخواتي. نتمنى فيديو النهارده يعجبكم، نتمنى روتين النهارده يعجبكم باذن الله. انت اللي لسه داخله قناتي جديد، فعلي الكلمه السمراء كلمه اشتراك وتفعيل زر الجرس بالكل عشان كل ما بننزل حاجه جديده توصلك باذن الله. عايزه لايكاتكم وكومنتاتكم الحلوه، اثبتوا وجودك معايا عشان كل ما بننزل حاجه جديده توصلك باذن الله. استعنت بالله، دخلت على المطبخ عشان لازم نعمل كده عشان لما نيجي نعمل اكل تبقى الدنيا نظيفه حواليا. تمام. مسكت كده الرخامه غسلتها، مسكت برضو عندي كان المواعين، بدأت بالمواعين بس ما نزلتهاش معاكم عشان قبل كده ايه في فيديوهات تانية حطيتها، فما حبيتش يبقى المقطع ايه متكرر معاكم. عايزه باجي نعمل كفته مشويه، عايزه نعمل ان شاء الله كده مكرونه، يعني حاجات سهله كده تسهل معايا وقت وفي نفس الوقت يبقى طعمها حلو. فخدت المطبخ كده عشان زي ما بنقولكوا الدنيا تبقى نظيفه حواليا. كل ما المكان بيبقى رايق حواليك او نظيف او الكلام ده بتاخدي طاقه ايجابيه، ما تزهقيش من المطبخ، تحسي كده ان انت بتشتغلي. لا مش عايزه تطلعي من المطبخ حقيقي. عايزه تعملي مثلا حاجات لعيالك الكلام ده، ما تزهقيش بسرعه، ما تمليش بسرعه. فكل ده طبعا بيديك راحه نفسيه. فاول ما بدات بنبدا على طول بغسل المواعين. ان كنت برضو يعني المطبخ كده ناخده مسحه صغيره كده بالخيشه. فخدته كده قلت ايه تنظيف عميق بالمره، والحمد لله نعمه وفضل من ربنا. كده كنت خلصت، هنبدا بقى ايه، هنبدا الاكل. بصوا نضفت هنا، كنت غسله المواعين بس ما جبتهاش معاكم. وغسلت الارضيه بتاعه المطبخ. طلعت القطعه بتاعه المطبخ بس هندخلها تاني ان شاء الله عشان قلت نساك تحتيها يعني. كده كنت خلصت، داخله بقى نعمل ايه، هنعمل كفته. بصي احلى طريقه كفته تاكليها، هتاكلي ايدك وراها حقيقي والله طعمها روعه، عارفه اكنك بتشويها بالظبط. يعني انا هنا معايا جديه، معايا مثلا كيلو الا ربع لحمه. تمام. اهم حاجه في الموضوع يبقى حته دهنه. طب هنجيبها ازاي حته الدهنه؟ من عند اي حد جزار، هديلك نص كيلو دهنه خليه عندك لطبخه كده يعني. بصل، هنا معايا فلفل اخضر، معايا بصل، معايا طماطمتين. بس الاول هنقطع الدهنه دي، كل ده هنحطه في الكبه مع بعضه. ما عندكيش كبه ممكن تقطعيه حتت صغيره عشان ما تبقاش باينه ما تبقاش باينه معاكي في الكفته. مسكت بقى قطعت ايه، قطعت اللي هي الدهون ديت عشان تديني بس طعم للكفته. تمام. حاجه البيت تبقى حلوه احسن من بره بكتير. هنا بقى كنت جبت الكبه، قطعت البصل، يعني بصلتين حلوين كده على حسب بقى ما انت نظره عينيك واللي انت ايه هتحطيه. برضو كنت جايبه كزبره على شبت على خضره، التلاتة برضو مع بعض كده. تمام. هناخد بس عود منها يا دوبك عشان ما تبقاش خضره معايا، يعني في كفته كده اما بتكتري الخضار بتلاقيها بتبقى طالعه خضره كده ما تبقاش حلو. هنيجي بقى جايبه الكبه، ما عندكيش كبه امسكيها كده قطعيها حتت صغيره عشان بس تبقى ايه يعني تبقى حلوه معاكي، ما تبقاش الخضار باين فيه. تمام كده. اهم حاجه في الكفته تعمليها في فرن بوتاجاز او في فرن عندك عشان تطلع معاكي مشويه تحفه. وهاتلك بصلايه على طماطمايه على مثلا قرن فلفل ولا حاجه وشويهم معاه، يعني جنبها كده على الصاجه بتاعه البوتاجاز وشويهم. والله هتاكلي ايدك وراها بالطريقه دي حلوه خالص. عماله نعدل في الكبه، ما كانتش راضيه يعني ان هي ايه تتظبط معايا عشان لازم نقفلها بامان عشان ما تطيرش مني، يعني حاجه تنكسر فيها ولا الكلام ده. كده بقى كنت خلصتها. عايزه نقول لكم السمك بتاعها حلو عشان متماسكه في بعضها، الدهنه خليتها ماسكه في بعضها واديتها كمان اللي هو ايه تبقى في نسبه دهون فيها حلو. كده كنت خلصتها. هنحط بقى بهارات بتاعت لحمه، هنحط فلفل، هنحط ملح، هنحط كمون، اللي بيبقى عندك حطيه عشان يديها طعم. تمام. كده كنت خلاص بقى حطيتها، نقلبها تقليبه حلوه مع بعضها. والله العظيم احلى من حاجه بره، احسن ما تشوي بره وتعملي حاجه البيت لا يعلى عليه، ومش هيبقى بربع تكلفه بره، يعني ده هتبقى يعني حاجات عندك من بيتك. هناخد بقى الطماطمتين دول هنقطعهم مع برضو الفلفل الاخضر عشان دول هنفرشهم في الصينيه، عشان عايزاها تبقى بتغديعه كده حلوه. هي مش هتبقى تغديعه يعني بس تديكي حاجات زي المشويه بالظبط. تمام كده. جربيها بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبك. انا مسجل لكم على فكره، خلصت الفيديو وعلى طول بنسجله لكم، يعني احنا كده لسه قبل الفطار، فان شاء الله ينزل لكم بالليل باذن الله رب العالمين.
فنتمنى اخواتي بس توقفوا جنبي في القناه، تدعموني باللايك الكومنت، كتر الف خيرك شارتي لي فيديوهاتي عشان نكمل الشروط. الحمد لله رب العالمين. انا القناه التانية تعبت فيها سنه وانتوا عارفين هي اتوقفت، بس الحمد لله الحمد لله يعني واقفه زي ما هي، ولا انا عارفه نخشها ولا هي عارفه ناخدها، هي خلاص يعني تهكرت، فالحمد لله رب العالمين، لعلها خير من عند ربنا. حطيت بقى ايه، حطيت معلقه زيت مع الطماطم مع الفلفل، وهنحط برضو حبه فلفل اسمر حبه ملح. تمام، فرشتهم كده في قعر الصينيه اهي. هنبتدي بقى ايه مثلا شوكه معلقه، بس اللي كانت عندي اطول شوكه. تمام، هنصبع بيها الكفته. بصوا هتبقى يعني الطريقه دي حلوه سهله معاكي. اما تيجي تعمليها بايديك هتفك منك، لكن كده بتعمليها عشان الصبع يبقى بصبعه، يعني تبقى مفروضه معاكي. كنت مولعه بقى اللي هي ايه فرن البوتاجاز من تحت. الشوايه دي هنخليها الاخر عشان لو حطيتهم الاتنين مع بعض هتنشف الكفته معايا. تمام. عايزه تعملي رز ابيض جنبها ماشي، عايزه تعملي مكرونه، انا عملت مكرونه بصراحه يعني مكرونه اللي هي دقيقتين، مش هتكمل دقيقتين هتشوفيها دلوقتي. بس صبعتها كده، هنخلي باقي نصها بالليل، يعني كده عملت نصها صنيعه ايه على قد ما هنفطر، وخليت برضو الباقي كده في التلاجة بالليل عشان بنفطر انا وعياله، ويعني ايه وبرضو نرجع بالليل لما جوزي بيجي برضو بناكل معاه، يعني نعمل حاجات برضو خفافي عشان السحور، بس عشان هو ما بيفطرش معانا فلازم نخليله على جنب. وربنا يخلي لكم ازواجكم واولادكم ويفرحكم بفرح اولادكم يا رب، ويسعدكم في بيوتكم، اللهم امين يا رب. كده كنت خلصت بقى. بصوا يعني عايزه نقول لكم ما خدتش معايا وقت، وهتشوفيها بقى في الاخر بجد طعمها تحفه، مع طبق سلطه كده مع طحينه مع اللي بيبقى عندك اعمليه، بطاطس مقليه اللي انت عندك اعمليه. كده خلاص كنت خلصتها. هنخش بقى نعمل المكرونه. كده نحطها بقى ايه في فرن البوتاجاز بس من تحت، مش حطها على الشوايه للاخر. تمام، معلقتين زيت حلوين كده، وهنيجي بقى نازله بكيسين مكرونه، يعني كيلو مكرونه جولي. هنجلبها بقى في بعضها بجد. الطريقه دي جربيها في المكرونه، حلوه خالص وسهله وبتنجز معاكي، والكتاكيت الصغيره بتحب، يعني العيال بتحب الحاجات دي احسن من المسبكه. انا يعتبر كده عاملاها ني في ني، حمرتها زي ما انتم شايفين معاها مكعب دجاج، ونجلبها بقى تجليبها حلو. تمام كده. بس مش عايزاها ان هي تتحرج مني، لا انا عايزاها تاخد بس اللون اللي هو الاصفر الحلو ده. كده خلاص اهيت. هننزل بقى عليها بايه، هننزل عليها بطماطم، هنحط برضو فلفل ملح كمون، هنحط برضو ميه قد معلقه قد كوبايتين ميه. تمام، هنديها تجليبه حلوه كده، كوبايتين ميه معلقه صلصه. خلاص كده عشان تديها بس طعم، الصلصه تديها طعم وتديها لون كمان. كده كنت خلاص، بس لازم نخليها يعني تعلي عليها في الاول، بعد كده توطي عليها خالص عشان تديكي تسبيكه حلوه. والله جربي كده بالطريقه دي هتعجبك خالص، وما بتتاخرش في الطياب بتاعها، وبتبقى طيبه وحلوه. يعني مره بنعملها كده مره بنعملها مسلوق. بصوا الجمال عامله ازاي، حقيقي حلوه، والعيال الصغيره بتحب الحاجات اللي زي كده. ممكن تعمليها مع دبابيس فراخ، ممكن تعمليها مع كفته زي ما انا عامله مثلا كده، يعني بطاطس مقليه، الحاجات دي معاها برضو حلوه خالص. كده كانت خلاص طابت. بصوا عامله ازاي محمره وحلوه. بصوا طعمها، عايزه نقولك طعمها حلو، وبصوا عامله ازاي بجد حلوه. ولا ويعني عارفه مع طبق سلطه الكلام ده تفتح النفس. هنا بقى كنت دخلت على السلطه طماطمتين، كزبره، خيار، اللي بيبقى عندي بنحطه. ممكن تحطي بصل بس عشان كان صيام وكده فمش عايزه نكتر في البصل كتير. ما خدتش معايا اي حاجه خالص، والاكله دي كلها كانت سرعه البرك كده. يعني بصوا بجد حاجه، يعني حاجات انت عاملاها في بيتك ويبقى الطعم حلو، وكلنا نفيد بعضنا. انت ليكي طريقه انا ليا طريقه، فاهميني ازاي؟ وكده كان كزبره على شبت على بقدونس التلاته مع بعض. وده كان الفطار بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. وان شاء الله كده في ايه تاني هنعمله. في بقى بصل اللي كنت شوياه، كنت شويه بصل وحاطه برضو شويه فلفل اخضر وشويه طماطم، عشان عايزاها تبقى زي المشويه بالظبط. عارفه انت لما تيجي تقدميها تحطيها معاهم، وكمان بتديها طعم، يعني تحطيها شويه كده معاهم في فرن بوتاجاز. بصي عايزه نقول لك مشويه اكنك جايباها من بره طازه كده يعني. كده كنت خلصت بقى من قطع السلطه. حطيت هنا طماطمتين على خيارتين،
على برضو كزبرة، على شبت، كل ده بيدي طعم حلو للسلطة. ممكن نزود بصل بس ايه عشان صيام وكده يعني. كده بقى كانت جرجير برضو معايا، وهنا البصل المشوي اهيت، دي كنت حطها على الصاجة بتاعت فرن البوتاجاز تمام، بس كانت سخنة عمالة نقشرها كده، كانت سخنة على ايدي. وبرضو شويت طماطم وفلفل فلفل اخضر. ساعة ما يقولوا كفتة اعملي الكلام ده مع طحينة، ممكن مع شيبسي، بجد بتبقى أكلة حلوة خالص وبيبقى طعمها حلو. انت لو هتجيبيها من بره هتجيبي لك ربع كفتة من بره ونص كفتة، هيكلفك كتير، لكن حاجة البيت حلوة وتوفري، وفي نفس الوقت برضو الصيام بيبقى عايز تغيير في الأكل. يعني مش هتثبتي مثلا كل يوم على حاجة، لا يعني كل يوم هيبقى لك أكلة معينة غير التانية. بس قعدت بقى نقطعهم كده عشان ايه تبقى الأكل جاهز معايا، يعني ساعة ما نطلع خلاص عشان الأذان يبقى نطلع الاكل كله، يبقى ايه مع بعضه كده يعني. ما نبقاش ان انا نبقى نطلع حاجه وندخل حاجه والكلام، لا كله جنب بعضه، نيجي واخدين في ثانيه واحده. وكده حطيت السلطه، ابتديت بقى نوضب. وهنا الجرجير حلوه الخضروات على فكره في الصيام. كان عندي برضو ليمون معصفر بواجي، فجيت برضو حطاهم ايه في طبق كده صغير، هنطلعهم مع الاكل. والله جرب الكفته حلوه خالص يعني. بصي اكله يعني شبعتنا، وفي نفس الوقت كان طعمها حلو. كده المكرونه اهي، وهنا الكفته حطيت عليها بقى الحاجات اللي شويتها كلها، دخلتها فرن البوتاجاز، خدت بس ريحه كده مع بعضها. عايزه نقول لك جلبت ريحه المطبخ، والله ريحتها جميله، جربيها تعجبك خالص بالطريقه دي. كده الطماطم المشويه والفلفل المشوي، بصل مشوي، كنت حاطه خضره برضو، حاطه شبت تحتيها. فان شاء الله نتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. نتمنى يا رب كده نكون اديتكم افكار بسيطه. هي الكفته هي ممكن تعمليها بالمعلقه زي ما عملتها، ممكن برضو تعمليها بايدك، بس بالمعلقه احسن كده تديك، او عندك مثلا زي خشبه حاجه كده تعرفي يعني تسيطري عليها وتظبطيها فيها. وكده طبق السلطه اهو، والليمون معصفر والمكرونه والجرجير، وده كان اكلنا النهارده. نتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، نتمنى ما كنتش طولت عليكم، وان شاء الله فيديوهات جديده. نسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.